السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم بخير. بقالنا كتير مصورناش حلقات، تقريبا طول شهر رمضان وفترة العيد. الوقت بيبقى ضيق جدا طبعا في رمضان وفي العيد، فما كانش في مجال خالص ان انا اصور حاجة. ندخل في الموضوع على طول. انا النهاردة جاي اتكلم معاكم عن بطولة دوري ابطال افريقيا اللي انتهى الدور الربع النهائي فيها وداخلين على الدور النص النهائي. جايين ندردش شوية مع بعض عن البطولة، توقعاتنا للفرق اللي هتوصل للمباراة النهائية، توقعاتنا لبطل البطولة. نتكلم شوية على اللي حصل في الدور ربع النهائي وايه اللي ممكن يحصل في الدور نص النهائي من البطولة. بس قبل طبعا ما نقول اي حاجة، ما تنساش تعمل اشتراك في القناة وتفعل زرار الجرس على الكل عشان يوصلك حلقاتنا الجديدة اول باول. ويلا بينا نبدأ على طول. بعد انتهاء الدور ربع النهائي من بطولة دوري ابطال افريقيا السنة دي، في 3 فرق عربية وصلت للدور نص النهائي، وهم الاهلي المصري والوداد المغربي والترجي التونسي، وفريق واحد بس من افريقيا الوسطى وهو نادي صن داونز الجنوب افريقي. وقبل ما نتكلم عن الماتشات اللي جايه واللي هتكون قويه جدا في الدور نص النهائي، تعالوا ناخد جوله مع بعض كده ونشوف ايه اللي حصل في الدور ربع النهائي من البطوله. ونبدا على طول بماتش الوداد وسيمبا. ماتش الوداد وزيمبا، الفرقتين اتبادلوا التعادل رايح جاي، وبعد كده الوداد كسب بضربات الجزاء. واعتقد ان الوداد اي نعم صعد للدور نص النهائي، بس عليه ان هو يعيد حساباته من اول وجديد. الاداء باهت، وكلنا طبعا عارفين ان اللي بيدرب نادي الوداد دلوقتي هو المدرب جريدو اللي كان بيدرب النادي الاهلي. وبصراحة انا شفت 3 ماتشات للوداد في بطولة افريقيا لحد دلوقتي. لا، عندي ملاحظات كتير على جريدو، على تغييراته، على فكرة ان هو ما بيلعبش بمهاجمين، بيهتم دايما بخط الوسط وخط الدفاع. وفكرة الهجوم عنده مش عارف، مش موجودة. في حاجة غلط يعني. جريدو اي نعم الوداد صعد، بس جريدو لازم يعيد حساباته اذا كان عايز يوصل لنهائي البطولة. بالنسبة للماتش التاني واللي كان ما بين الاهلي المصري وما بين الرجاء المغربي، نادي الاهلي قدر ان هو يحقق الفوز هنا في استاد القاهرة بنتيجة 2-0. واعتقد ان النتيجة دي كانت كافية جدا للنادي الاهلي ان هو يصعد على حساب الرجاء المغربي. كان صعب جدا ان نادي الرجاء يعوض فارق هدفين في المغرب، وبالفعل ده اللي حصل. النادي الاهلي راح اتعادل هناك، وكان صعب جدا على نادي الرجاء ان هو يرجع في المغرب بعد نتيجة 2-0 في القاهرة، لان لعيبة النادي الاهلي كلها لعيبة متمرسة في بطولة افريقيا، كلهم عندهم خبرات كبيرة في البطولة. فكان صعب جدا ان نادي الرجاء يرجع. الاهلي في الماتش ده قدم كلاحة كروية، ما اقدرش اقول اكتر من كده يعني. ما فيش فنيات خالص يعني. ما اقدرش اقول ان كولر لعب ماتش كويس في المغرب، لا اقدر اقول ان كولر لعب ماتش كالح في المغرب. لعيبه الاهلي قدمت كلاحه في الملعب عشان طبعا تحافظ على الهدفين اللي كانوا سجلوهم في القاهره. وبالفعل نجحوا وقدروا ان هم يوصلوا لهدفهم وانهم يوصلوا للدور قبل النهائي. الماتش الثالث في الدور ربع النهائي كان ما بين نادي شباب بلوزداد الجزائري وما بين نادي صن داونز الجنوب افريقي. واللهم صل على النبي، نادي صن داونز الجنوب افريقي كسب رايح جاي، كسب في جنوب افريقيا 4-1 وكسب في الجزائر 2-1. واعتقد ان نادي صن داونز الجنوب افريقي هو افضل نادي في افريقيا دلوقتي. ويعني نقدر نقول ان هو فريق اوروبي على الاراضي الافريقيه. بيلعبوا كره جماعيه، بيلعبوا بتنظيم دفاعي، بيلعبوا الكره السهله البسيطه. لا، نادي محترم جدا. وانا ارشح نادي صن داونز الجنوب افريقي ان هو يكون بطل للنسخه دي من بطوله دوري ابطال افريقيا السنه دي. ليه انا برشح نادي صن داونز ان يفوز بالنسخه دي من البطوله؟ لان زي ما قلت لك الفريق اداء ونتائج. كل الفرق عانت في الدور ربع النهائي، كل الفرق عانت في المجموعات ما عدا فريق صن داونز. الفريق الوحيد اللي في الدور ربع النهائي ما حسش باي معاناه. زي ما بقول لك كسب الماتشين رايح جاي، صعد بكل سهوله. زي ما قلت لك فريق تحس انه فعلا فريق اوروبي على الاراضي الافريقيه. اخر ماتش كان معانا في الدور ربع النهائي من البطوله كان ما بين شبيبه القبائل الجزائري وما بين نادي الترجي التونسي. في ماتش الذهاب نادي الترجي كسب 1-0 عشان يبقى له افضليه في تونس في ارضه. وبالفعل اتلعب الماتش الثاني في تونس، واتقدم نادي الترجي في الماتش بنتيجه 1-0. وطبعا كلنا شفنا ايه اللي حصل، حاجات غير مبررة جدا من جماهير نادي الترجي. فريقك كان متقدم في ماتش الذهاب 1-0 ومتقدم في الماتش اللي موجود في أرضك 1-0. حصل شغب عجيب وغريب من الجماهير، حاجات غريبة دخلت الاستاد، حاجات يعني منظر بصراحة أنا شايفه ملوش أي مبرر. يعني فريقك خلاص في طريقه للوصول للدور قبل النهائي، فتصرفات غبية جدا من جماهير نادي الترجي. طبعا الشوط الثاني في الماتش اتاخر 40 دقيقه بسبب موضوع الشغب ده.
طبعا كلنا عارفين ان مدرب نادي الترجي التونسي هو نبيل معلول. طبعا بالنسبه لنا احنا كمصريين نبيل معلول يعني غني عن التعريف، يعني كلنا عارفينه. وبعد ما المباراة استكملت بعد 40 دقيقة تقريبا من شغب الجماهير التونسية، نادي شبيبة القبائل سجل هدف التعادل. بس طبعا تعادل ما كانش يكفي لنادي الشبيبة ان هو يصعد، وصعد نادي الترجي التونسي. ولسه وانا بصور الحلقة دلوقتي خرج قرار من الاتحاد الافريقي بحرمان جماهير الترجي من الحضور للمباريات لمدة 4 مباريات. معنى كده ان مباراة النادي الاهلي والنادي الترجي في تونس في الدور نص النهائي هتكون خلف الابواب المغلقة بدون جماهير. دي كانت بصة سريعة كده عن اللي حصل في الدور ربع النهائي. حبيت بس افكركم باللي حصل في الدور اللي فات قبل ما نتكلم في الدور اللي جاي. وهنتكلم على طول في الدور اللي جاي، الدور نص النهائي. واول مباراة في الدور نص النهائي هتكون ما بين النادي الاهلي المصري ونادي الترجي التونسي. واعتقد ان المباراة دي يعتبر كلاسيكو في افريقيا، يعني مش اول مرة نقابل الترجي، ولا اول مرة الترجي يقابلنا، ولا حتى اول مرة نقابل نبيل معلول كمدرب. قابلنا الترجي كتير، بينا صولات وجولات، ربنا وفقنا في ماتشات، ربنا وفقهم هم في ماتشات. فاعتقد ان المباراة دي 50-50، ولو ان انا برجح كفة النادي الاهلي شوية عشان الخبر اللي لسه قاله لكم من شوية ان نادي الرجاء هيلعب مباراته ضد النادي الاهلي في تونس بدون جماهير. طبعا الاهلي غالبا هيبقى فيه حضور جماهيري في مباراته هنا في استاد القاهرة. فاعتقد ان وجود الجمهور في الماتشات اللي زي دي بيرجح كفة الفرق وبيرجح كفة فرقة عن فرقة. مش في كل الاوقات، بس اعتقد ان دي ممكن ترجح كفة الاهلي شوية. انما كمباراة على ارض الملعب ما بين 2 مدربين كبار سواء كولر او نبيل معلول، فالمباراة 50-50. ما نقدرش نقول ان الترجي يقدر يصعد بسهولة، ولا نقدر نقول ان النادي الاهلي يقدر يصعد بسهولة. ماتش الذهاب هيكون في رادس يوم الجمعة 12 مايو خلف الابواب المغلقة بدون جمهور زي ما قلت لكم. وماتش العودة في استاد القاهرة الدولي هيكون يوم الجمعة 19 مايو. الماتش الثاني في الدور نص النهائي هيكون ما بين نادي الوداد حامل لقب البطولة وما بين نادي صن داونز الجنوب افريقي. وانا بشكل كبير برشح فريق صن داونز انه يوصل للمباراة النهائية في البطولة. يعني اقدر ارشح نادي صن داونز بنسبة 60% للفوز، ونادي الوداد المغربي بنسبة 40%. واذا كان الوداد حابب ان هو يوصل للمباراة النهائية فلازم ان جريده يغير من اسلوبه من طريقته لادارة المباريات. شيء صعب جدا، ما اعتقدش ان هو يقدر يقف قصاد صن داونز فريق منظم جدا على عكس فريق الوداد. فانا توقعاتي ان المباراة النهائية في البطولة هتكون ما بين النادي الاهلي المصري وما بين نادي صن داونز الجنوب افريقي. النادي الاهلي اعتقد انه هيقدر يتخطى نادي الترجي، واعتقد ان نادي صن داونز هيقدر يتغلب على نادي الوداد. ولو ان احنا نتمنى ان النهائي يكون عربي خالص، ولكن في حاجات كتير تمنع توقعي دوت او امنياتي دي. لان النادي الوداد لو صعد للمباراه النهائيه، النهائي هيتلعب في المغرب. ماتش العوده في المباراه النهائيه اعتقد انه هيتلعب في المغرب. معرفش دي للسنه الثانيه على التوالي ولا للثالثه على التوالي، مش عارف بصراحه، يعني حاجه غريبه جدا يعني. فالمهم انا توقعاتي ان صن داونز والنادي الاهلي هيكونوا في المباراه النهائيه. وللاسف برشح نادي صن داونز للفوز بالبطوله دي. هو اقوى فريق في افريقيا دلوقتي بدون اي شك. فيا ريت تقول لي برضو توقعاتك، متوقع مين اللي يوصل للمباراه النهائيه، مين اللي هيقدر يحقق لقب البطوله. الجميل كمان ان الاربع فرق اللي موجودين في الدور نص النهائي كلهم ابطال افريقيا. نادي صن داونز خد البطوله مره واحده، نادي الوداد خد البطوله 3 مرات، نادي الترجي خد البطوله 4 مرات، وطبعا النادي الاهلي صاحب الرقم القياسي خد البطوله 10 مرات. فانت بتتكلم على 4 فرق متمرسه في البطوله، 4 فرق حققوا اللقب قبل كده. فده طبعا هيخلي فيه منافسه قويه في الدور نص النهائي. عايز اقول كمان ان بطل بطولة دوري ابطال افريقيا بياخد 2.5 مليون دولار، وده رقم قليل جدا. يعني اتمنى ان الاتحاد الافريقي يرفع قيمة جوائز البطولة شوية سواء البطل او الوصيف، لان 2.5 مليون دولار ده مبلغ قليل جدا. يعني تكاليف السفر اصلا في بطولات افريقيا صعبة جدا، مرهقة جدا. انت ممكن عشان تروح من دولة في افريقيا لدولة في افريقيا لازم تعدي على دولة في اسيا او دولة في اوروبا عشان توصل لدولة في افريقيا. يعني انت متخيل دولتين في نفس القارة عشان تروح من دولة لدولة، تروح لدولة تانية ترانزيت في قارة تانية عشان توصل للدولة وتلعب الماتش. فده كله طبعا تكاليف على الأندية. ف 2.5 مليون دولار ده رقم قليل جدا بالنسبة لحامل لقب بطولة دوري أبطال
افريقيا. انا كده خلصت، ما تنساش تقول لنا بقى توقعاتك لمباراة الترجي والاهلي ومباراة سان داونز والوداد، ومين اللي هيوصل للمباراة النهائية ومين اللي هيحقق لقب البطولة. وما تنساش تعمل اشتراك في القناة وتفعل زر الجرس على الكل عشان يوصلك حلقاتنا الجديدة اول باول. ونشوفكم في حلقات جاية قريب ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.